تخيل لو صحيت الصبح ولقيت امريكا قفلت المحبس وقطعت الانترنت عن العالم كله، تفتكر ان ده ممكن يحصل فعلا؟ الاجابه هتصدمك. الانترنت لا هو ملك امريكا ولا هو ملك شركات الاتصالات، ومحدش في العالم يملك المفتاح بتاعه. تعال اقول لك ازاي انت شايفني دلوقتي. اول حاجه لازم تعرفها ان الانترنت مش جاي من الاقمار الصناعيه اللي موجوده في الجو. 99% من بيانات العالم ماشيه تحت اسماك القرش، في كابلات الياف ضوئيه عملاقه ماشيه في قاع المحيطات بتربط القارات ببعضها. يعني الانترنت ببساطه هو مجموعه سلوك مربوطه كلها ببعض. لو السلك اتقطع الطريق بيتقفل والدوله كلها بتنفصل. طيب هيطلع حد يقول لي بس امريكا هي اللي اخترعت الانترنت. كلامك مظبوط، بس الحقيقه ان امريكا لو اختفت من الخريطه النهارده الانترنت هيفضل شغال عادي جدا. لو انت في مصر وبتبعت رساله لواحد في السعوديه البيانات بتمشي في السلوك اللي ما بينهم، ملهاش دعوه بامريكا. احنا بس مش هنعرف ندخل على المواقع اللي خاصه بامريكا لان اجهزتهم الكبيره هناك، لكن النت نفسه شغال زي الفل. الانترنت يا صديقي هو ملكيه جماعيه، انت مصدر والراوتر بتاعك مجرد نقطه في شبكه عالميه ملهاش رئيس ولا صاحب. تفتكر بقى لو الانترنت اتقطع عن العالم اسبوع كامل ايه اكتر حاجه هتفتقدها في حياتك؟